اسهل واسرع طريقة لتفريز الملوخية. زي ما انتوا شايفين الملوخية خضرة وخضر كمان بتاعها جميل جدا، وهنعملها ونفرزها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكأنك خرطاها بالمخرطة. شايفين الجمال وشايفين القوام بتاع الملوخية جميلة وفيها عرق كده وخضرة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نقول احنا عملناها ازاي. اول حاجة هتجيبي الملوخية تغسليها كويس غسلة بقى مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده بنصفيها. ولما تيجي تختاري الملوخية اختاري الملوخية اللي يكون خضرها كده بالشكل ده، لونها اخضر وما فيهاش حاجة بقى تكون مسمرة، علشان الملوخية الغامقة هي اللي بتطلع الملوخية تكون غامقة معاكي بعد التسوية. وكمان الورق بتاع الملوخية اختاري الورقة العريضة. دلوقتي الوقت اللي هو وقت تفريز الملوخية الورق بيكون عريض، اللي هي الورقة العريضة والطويلة قوي في السوق. تمام، بتجيبيها بقى بتقطعي نصها كده لان بتبقى طويلة قوي، ونغسلها كويس ونصفيها، وبعد كده بنقرطفها بالشكل ده. زي ما انت شايفة كده بتشيلي العروق كده من الجدر بتاعها، يعني بلاش تخلي فيها جذور، عايزين الورقة بس. دي لا، ناخد الحتة كده من فوق الورقة بتاعتنا من فوق كده ونقطعها، علشان لو حطيتي الجدر بتاع الملوخية كده هيكون فيها عرق جامد، يعني هتيجي بقى تغمزيها بعد كده مش هتطلع على اللقمة، او لو هتاكليها مثلا بالمعلقة ما بتطلعش على المعلقة. تمام، بنقرطف الورقة بس. شايفين بتاخدي الورقة بس كده بالشكل ده، بلاش تاخدي الجدر بتاعها علشان الجدر هيعمل لها عرق كبير، وكمان وقت الفرم هبان بقى معاكي في الملوخية. هنا بقولك الورقة اللي هي تلاقيها غامقة ما تحطهاش، نختار الورقة الحلوة ما تكونش صفرة ولا غامقة. شايفة انا بشيل اللي هي الورقة المصفرة او اللي لونها غامق. تمام، هنقرطفها بقى كلها بالشكل ده، وتسيبيها بقى بعد ما تقرطفيها لحد ما تنشف تماما. هنا انا قرطفت الملوخية كلها، ده كان الوزن بتاعها 750 جرام، يعني مش كيلو كمان. تمام، قلت اعملها الاول وتشوفوها بقى. انا كنت عاملاها قبل كده كان شوية. شايفة بشيل الجدر، يعني اي حاجة كده في الملوخية بنشيلها علشان ما تعمليش عرق شديد في الملوخية. تمام، وتسيبيها تنشف تماما قبل التفريز. فهنا انا كنت بقى يعني بخرطها بالمخرطة انا على طول الملوخية، فشلت بقى منها شوية لانها كانت كتيرة وحطيتها في الفريزر. فبعد كده بقى جيت عملتها كانت طالعة جميلة وخضرة وكأنك خرطها بالمخرطة بالظبط، بس كان ليها عرق شديد. طبعا انا كنت مقرطفاها وكمان هخرطها بالمخرطة، ففيها اللي هي الجذور دي، فهي الجذور دي عملت عرق شديد للملوخية. طبعا هنا انا فرستها بقى الورق بس. زي ما انتوا شايفين بتحطي بقى في اكياس التلاجة كده وتخرجي منها الهواء، وطبعا بتشيلي الكمية اللي تكفيكي. يعني انا ربع كيلو ملوخية بيكفيني بصراحة، لاني بعمل معاها نوع خضار تاني. فانتي ربع كيلو بتشيلي ربع كيلو، او بتطبخي ربع كيلو، بتطبخي نص كيلو. الكمية اللي بتطبخيها هي اللي هتشيليها للطبخة. تمام، فانا هنا بقى ده كان وزنه اللهم صل على سيدنا محمد، كان وزنه 750 زي ما قلتلك. عملت ربع كيلو طبخته في نفس اليوم، وشلت بقى النص كيلو على كيسين بالشكل ده. تمام، لو لسه اول مره بتشوفيني وما اشتركتيش في القناه فضلا منك اشتراك في القناه ولايك للفيديو لو عجبك. تمام، شايفه انا
الورقة اللي بلاقي فيها جدر كده بروح شايلاه، وهنا بخرج الهواء من الكيس. واساسا يعني ضروري لازم الملوخية تكون ناشفة تماما. وبعد كده بروح مفرزاها كده بالشكل ده، وهنا بقى هاخدها اشيلها في الفريزر. مكان بقى كده يكون بيجمد كويس، يعني شليها في الديب او في الفريزر، مكان يكون التجميد بتاعه كويس علشان الملوخية ما تغمقش معاكي في الفريزر. وهنا بقى بعد ما شلتها هنا بعد 15 يوم قلت بقى ايه، عندي بقى ملوخية في الفريزر اعملها جاهزة على طول. تمام، فخرجتها كده من الفريزر على طول. وفي الوقت اللي انا بخرج فيه الملوخية من الديب بكون حاطة الشوربة على البوتاجاز، يعني وقت ما انا ما هفرمها كده في الكبة بالشكل ده اكون حاطة بقى كمية الشوربة اللي هعمل فيها الملوخية على البوتاجاز قبل اساسا ما اطلع الملوخية من التلاجة او من الفريزر. احطها كده في الكبة. تمام، وهروح بقى فرماها. هتتفرم معاكي بكل سهولة، مش هتاخد معاكي 5 دقايق بس، وهتكوني عاملة احلى واطعم ملوخية صدقيني. يعني انا من الناس اللي بتحب الملوخية الطازة، وبحب الملوخية كمان، يعني مش بحب الملوخية تكون مفرزة او الاكياس اللي هي المفرزة. بحب اعملها طازة بطازة، بس الطريقة دي جميلة جدا ومش هتفرقيها عن الطازة نهائي. شايفين خضرها ما شاء الله، يعني الخضار بتاعها باين كمان. هننزل بقى الملوخية كده بمعلقة كده لتحت، علشان الملوخية لو فيها اي حاجة ما اتخرطتش تتخرط معانا كويس. تمام، هنفرمها تاني. ما بحطلهاش بقى لا شوربة ولا اي حاجة، انا بفرمها كده زي ما هي مجمدة. بتشيليها ورق زي ما هي وبتطلعيها تفرميها. وهنا بكون حاطة على النار الشوربة، ما تزوديش مقدار الشوربة، يعني خلي الشوربة مقدارها بسيط اقل من الطبيعي. ووقت ما تحتاجي بقى بعد ما تسقطي الملوخية، وقت ما تحتاجي بتزودي بقى الشوربة بقى ايه براحتك. اهم حاجة بس تظبطي القوام بتاعها في الاول، لو احتاجت بتزودي بقى ايه الشوربة بقى. تمام، شايفين ما شاء الله عليها طالعه خضرة ازاي، لونها جميل جدا. ولا ضفت لها بقى بيكنج باودر ولا سكر ولا اي حاجه، مش ضايفه حاجه خالص في الشوربه. تمام، انا هنا بوريك اللي في الكبه ما شاء الله طالع كانها لسه خضرة يعني. شايفين الملوخيه مخروطه ازاي. هتغلي غلوه واحده بس كده، واحط لها نص معلقه توم ني. شايفين القوام بتاعها والعرق كمان، شايفين ما شاء الله. شايفين كده خلاص، هي غليت غلوة واحدة. هحط بقى في الطاسة كده معلقة من السمنة، وهنزل بالثوم المفروم. انا هنا طافية النار على الملوخية، بس النار اللي على العين اللي انا هحمر عليها التومة كانت موصلة للملوخية، فبعدتها بقى شوية. وهنا التومة بتاعتي كانت حمرت. حابة تضيفي كزبرة ناشفة ضيفي، مش حابة خلاص. انا ما كانش عندي كزبرة فعملتها بقى كده بالشكل ده. شايفين اللون جميلة جدا، والله والله ما هتفرقيها عن الملوخية المخروطة بالمخرطة. شايفين قدمناها بقى كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وشايفين القوام بتاعها والعرق كمان
خفيف يعني مش عرق شديد. لو حباها ان هي تكون بالعرق بقى كبير، زي ما انتي زي ما قلت لك في اول الفيديو، الجذور هي اللي بتعمل لها عرق شديد. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.